أهلا بيكم في قناتي قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض صينية الرقاق المصري باللحمة المفرومة، أكتر أكلة ما يختلفش عليها اتنين، وهي الراعي الرسمي للعزايم والأعياد. هنقدمها النهاردة بخطوات تحضير في منتهى البساطة، وبشوية نصايح هتنجح معاكي صينية الرقاق حتى لو متكسر، وهتكون النتيجة مبهرة حرفيا حتى لو مبتدئة في المطبخ وأول مرة تعملي رقاق. وهنحضر اول رقاق النهارده في الصاج مش في صينيه، عشان ما تحتريش في حجم الرقاق اللي عندك وتبقي عايزاه له صينيه مخصوص على مقاسه. وتاني صينية هنحضرها بالرقاق المتكسر، وبشوية تريكات هتخلي الرقاق واخد طبقة كريسبي من بره وطري جدا من جوه. والأهم إن اللحمة مش هتقع واحنا بناكله، هتبقى ماسكة نفسها كده وفي منتهى الجمال. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي بالترتيب كده. اول حاجه هنعملها هي العصاج. في طاسه على النار هننزل بكميه كويسه من اي ماده دهنيه بتفضليها، وعليها بصلايه كبيره مفرومه. انا بستعمل البصل نص كميه اللحمه، ما بستعملش البصل قد كميه اللحمه. تمام، يبقى انت هتطبقي على اللحمه اللي انت هتعمليها اللي على قد افراد اسرتك. وعلى البصلة المفرومة هحط حوالي 3 ورقات من اللوري واقلبهم تقلبتين كده لحد ما البصلة تدبل حاجة بسيطة. وبعدين هنزل بكمية اللحمة اللي عندي. انا النهاردة ما شاء الله عاملة كيلو من اللحمة المفرومة، علشان انا هعمل صينيتين كبار، فعلشان كده بقولك انتي تعملي على قد كمية الافراد بتاعتك. كيلو من اللحمة المفرومة اللي فيها نسبة دهون بنسبة حوالي 30%، علشان لما بنكون بنستعمل لحمة مفرومة بدون دهون خالص، هي دي بتكون سبب في ان اللحمة بتقع من الرقاق بتاعنا، وما بتبقاش متماسكة كده ببعضها، فلازم تكون في نسبة دهون ولو بسيطة. هقلبها بقى تقلبتين، وبعدين هضيف عليها نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم. والتوابل اللي عندي ملح حسب الرغبة، انا حاطة معلقة صغيرة مش مليانة، علشان اعمل طبعا حساب ان انا هحط ملح تاني على الشوربة، او الشوربة بتاعتي يعني هتكون فيها ملح، وبقية الحاجات اللي انا هضيفها ممكن يكون عليها نسبة ملح، فعلشان كده انا مش هكتر ملح في اللحمة. ومعلقة صغيرة مش مليانة من الفلفل الأسود أو على حسب رغبتك، ونص معلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. وهقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي لحد ما اللحمة بتاعتي تستوي تمام السوا، لأن أنا بحب أسويها تمام السوا قبل ما أدخلها الفرن أو قبل ما أضيف عليها أي إضافات تانية. وهنا بقى عندي شوية من الفلفل الملون، لو متوفر لون واحد تمام، مش متوفر ممكن نستغنى عن الفلفل خالص، ونحط طماطمية كبيرة او 2 حبة طماطم وسط منزوعين القشر ومبشورين، بيخلوا الحشوة بتاعتك طرية واللحمة ما بتنشفش. والطماطم المبشورة افضل كتير من عصير الطماطم وافضل من الصلصة الجاهزة. انا بقى هنا حطيت الفلفل الملون بتاعي وطفيت النار على اللحمه. ليه؟ لان لسه اللحمه بتاعتي هتخش الفرن، فانا مش عايزه الفلفل يدبل لدرجه ان هو يستوي على الاخر، لان لما هيخش الفرن هيكمل سواه طبعا في الفرن. خلصنا بقى اللحمه، نبتدي بقى نعمل التشريبه او التسقيه بتاعه الرقاق بتاعنا. عندي هنا كوبايتين سخنين جدا من شوربة اللحمة، واللي عنده اي شوربة تانية بيفضلها مفيش مشكلة، بس انا بحب اعمله بشوربة لحمة. وشوربة اللحمة هنا نسبة الدسم فيها قليلة جدا، عشان نراعي ان الصينية بتاعتنا تبقى نسبة الدسم فيها معقولة عشان ما تبقاش تقيلة علينا. وعندي هنا كوبايتين من الحليب كامل الدسم، اللي هو مش المبستر، الحليب العادي خالص اللي بنجيبه من عند اللبان ونغليه علشان يبقى بالقشطة بتاعته. والحليب هنا مغلي وسخن جدا. وبعدين هضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا علشان خاطر هي اللي بتورق لي الرقاق بتاعي وبتخليه كده هش ومنفوش. وانا هنا مش هضيف ملح ولا فلفل اسود ولا حاجه، لان انا الشوربه بتاعتي كان عليها. لو انت الشوربه بتاعتك ما عليهاش اي توابل، تقدري بقى في الوقت ده تدوقي وتشوفي عايزه ملح عايزه فلفل اسود، اللي انت حابه بقى تضيفيه بقى في الوقت ده. ولو الشوربه بتاعتك مش دسمه ممكن تحطي معلقه سمنه في الوقت دوت على التشريبه بتاعتك. خلصنا بقى خليط التسقيه، نبتدي بقى نشوف الرقاق بتاعنا. علشان صينية الرقاق بتاعتك تنجح وتبقى تحفة، لازم يكون الرقاق بمواصفات معينة. أول حاجة إنه تكون التخانة بتاعت الرقاقة تكون ولا هي رفيعة قوي ولا تخينة قوي، الوسط حلو جدا، لأنها لما بتبقى رفيعة بتتكسر بكل سهولة، ولما بتبقى تخينة بتاخد وقت عبال ما بتتشرب خليط التسقية، وفي نفس الوقت ما بتبقاش أحسن حاجة في الأكل. وتاني حاجة ان هو الافضل ان يكون لونه فاتح، ما يكونش فيه تسوية زيادة اللي هي الحاجات البني الكتير قوي اللي بتبقى على وش الرقاقة دي، لان احنا لسه اللي بندخله الفرن ياخد سوا كمان، فعلشان ما يديناش طعم ممرر واحنا بناكل.
وأفضل رقاق هو اللي بتشتريه من المخبز، لأن الجاهز بتاع الشركات بيكون ناشف كده وعامل زي الخشب. تمام. النهارده بقى هنقدمه بأبسط طريقة، علشان الناس اللي بتدور على صينية مقاس الرقاق، وتيجي بقى ايه، تبقى وهي بتحطه في الشوربة يتكسر منها، وتيجي تنقله في الصينية ما تلحقش تنقله فيقع منها. فالنهارده انا عملته بطريقة بسيطة خالص. هنعمله النهارده في الصاج العادي خالص، ومش هنسقيه في الشوربة، لا احنا هنسقي الشوربة للرقاق. اتفقنا زي ما هنشوف دلوقتي. محتاجين صاج عادي جدا ايا كان مقاسه، ومحتاجين حوالي 3 4 معالق كبار من السمنة او اي مادة دهنية بتفضليها، بس الافضل ان هي تكون سمنة، او لو سمنة على زبدة زي ما يعجبك. وعندي هنا برضو قشطة من وش اللبن، بتفرق جدا جدا في طعم الرقاق وبتخليه في حتة تانية تماما. اول حاجه هبتدي ادهن الصاج بتاعي بفرشه كده من السمنه، وبعدين احط اول طبقه من الرقاق، ومش هشربها من التشريبه، لا انا هحط لها يا دوبك مسحه سمنه كده، وبعدين ابتدي احط عليها بقيه يعني الرقاق اللي عندي. مش هحط على اول طبقه من التشريبه علشان ما تبوش بكل سهوله. وتاني طبقة لو متكسرة معاكي زي ما انا بعمل كده، هتاخدي الحتت يعني ايه تسويها كده، تخلي طبقة الرقاق بتاعتك بالشكل اللي هو المستطيل اللي قدامك ده. تمام. وبعدين هنبتدي ناخد خليط التسقية، وبفرشة كده نبتدي نحط على الرقاق بتاعنا، علشان مش عايزين ناخد الرقاق نحطها في خليط التشريبة فنيجي نشيلها فتروح مكسورة، والحاجات اللي بتحصل للمبتدئين دي اسهل طريقة للناس اللي اول مرة تعمل رقاق باللحمة، او حتى اللي عملتيه قبل كده جربي بالطريقة دي هيريحك جدا. وبعدين هناخد من السمنة ونحط برضو على وش الرقاقة، وبعدين بالقشطة بقى اللي هي بتاعت وش اللبن دي، وهنحط برضو طبقة بسيطة كده من القشطة، وهنكرر ده لمدة 4 ورقات من الرقاق. لو حابة تزودي مفيش مشكلة، بس هي بال4 ورقات بتبقى مظبوطة جدا. هنبتدي بقى نعمل كده في كل ورقة نحطها. هنبتدي ناخد من التشريبة نحط على الورق بتاعنا، ولو في اي حاجة متكسرة في الورق هنزودها كده بالرقاق المتكسر اللي بيبقى في الورقة بتاعتنا. وبعدين هنبتدي نحط التشريبة، ونحط من السمنة كده على كامل الورقة، ونحط برضو من القشطة على كامل الورقة. بتفرق جدا وبتخلي طعمه في منتهى الجمال. لو ما بتعملهوش بالقشطة جربي المرة دي وحوشي قشطة اللبن بتاعتك وجربي اعمليه بيها، بجد بيفرق وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. اللي هي المعادلة الصعبة ان انتي تاخدي حاجة مقرمشة جدا من بره، وفي نفس الوقت طرية، حتى لو يعني ما سقيتيش الرقاق بتاعك ببقية التشريبة، يعني انا مش هسقيه وهو هيطلع طري جدا من جوه وكريسبي كده من بره. وطبعا الحتت اللي هي بتبقى متكسره دي في ورقه الرقاق مش هنرميها زي ما قلت لكم كده، هنزود على كل ورقه محتاجه ان هي فيها حتت متكسره هنزود بيها، لان انا طبعا بعت ابني يجيب لي الرقاق دوت وقلت له حافظ عليه وانت جاي وتخلي بالك عشان ما يتكسرش، وحطيته على السفره. جيت افتح الورقه لقيت فيها يعني عايزه اقول لك 3/4 الكيلو متكسر. بس طبعا زي اي ام مصريه اصيله، ولا زعقت ولا عملت اي حاجه، واخدته واشتغلت بيه، وده طبعا عكس اللي حصل تماما. بس يعني ايه، كل حاجة وليها حل، والنهاردة قدمنا الحل للرقاق المتكسر، وبيطلع معاكي في منتهى الجمال، ولا حد هيصدق ان ده كان رقاق متكسر. هنبتدي بقى ناخد كل الورقات زي ما قلت لكم كده، ونحط التشريبة كده بالفرشة، وبعدين نحط السمنة، وبعدين نحط القشطة لحد ما نخلص 4 ورقات. تمام. وبعدين نبتدي نفرد الحشوة بتاعتنا. حشوة اللحمة بتاعتنا لما نيجي نحطها لازم نضغط عليها كده علشان تبقى ماسكة نفسها، لان لما بنسيبها كده من غير ما نضغط عليها، لما بنيجي ناخد القطعة بتاعت الرقاق بتقع مننا. تمام. وبعدين هنبتدي برضو تاني نحط الورقات اللي هي من فوق، نفس اللي احنا عملناه في الورق اللي تحت بتاع الرقاق هنعمله من فوق. واخر طبقة خالص هنحط برضو عليها من القشطة والسمنة. وبعدين هنمسح الصاج، هنمسح حروف الصاج كويس قوي من اي تشريبة نزلت او سمنة او قشطة. وبعدين بجنب ايدينا كده هنبتدي نقفل جنب الرقاق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان احنا الجناب بتاعته تتقفل على اللحمة وعلى الحاجات اللي احنا حاطينها من جوه، علشان يبقى اكنها ايه، اكنها في صينية مقاس الرقاق بالظبط. لما نيجي نطلعها هتبقى اكنها في مقاس صينيه مقاس الرقاق بالظبط، لان طبعا حروف الرقاق دبلت خالص مطرح التشريبه، فلما بنقفل بايدينا كده الحروف بتتقفل بتبقى اكنها في صينيه. وما ننساش ننشف اي حاجه نزلت في الصاج،
وبعدين هندخلها على فرن حامي على درجة حرارة 220 او اعلى درجة عندك يعني. وهنشغل الفرن من تحت بس. اول ما تاخد لون كده وتبتدي الحروف بتاعتها تتنفخ كده وتعمل بقبقة كده يبقى كده تمام قوي، ولونها طبعا يحمر كده. هنطفي بقى من تحت ونشغل الشواية. هو الرقاق مش بياخد وقت خالص، يعني وقت بسيط كده، اول ما تحمر تطلعيه على طول. نيجي بقى هنا لصينية السعادة، صينية الرقاق المتكسر اللي هتطلع أحلى من الرقاق السليم. هجيب بقى الصينيه وادهنها دهنه الاول كده بالسمنه، واجيب الرقاق المتكسر بتاعي واحاول على قد ما اقدر ان اول طبقه دي يبقى فيها الرقاق الكبير شويه. ممكن الطبقات اللي بعد كده اخد الرقاق المتكسر اكتر من كده، بس نحاول اول طبقه دي تبقى الرقاق فيها كبير شويه. وبعدين هحط عليه من التشريبه، وبعدين احط عليه السمنه واحط عليه القشطه زي ما عملنا في الصينيه اللي قبل دي. هنعمل في دي بس الفرق ان ده رقاق متكسر. وبعدين هبتدي احط بعد 4 طبقات من الرقاق المتكسر، ابتدي احط الحشوه بتاعت اللحمه المفرومه واضغط عليها كده علشان تبقى ماسكه في بعضها. وبعدين احط 4 طبقات تاني من الرقاق المتكسر، واعيد تاني السمنه والقشطه والتشريبه، طبعا التشريبه الاول وبعدين السمنه وبعدين القشطه. وعلى الوش هحط برضو من السمنه والقشطه. وبعدين هدخله على فرن حامي زي ما عملنا في الستوج الاولاني على 220. اول ما احس كده ان هو من تحت احمر هطفي من تحت واشغل من فوق، واول ما ياخد لون من فوق هطلعها بقى واقول لكم نعمله فيها ايه. وده بقى صاج الرقاق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن وبقى في منتهى الجمال. لو عايزين تقطعوا الصاج بعد ما تخلصوه على طول قبل ما تدخلوه الفرن مفيش مشكله، لكن انا قطعته عادي جدا بعد ما طلع من الفرن عشان هو طري من جوه، فمش مش هيتكسر معاكي ما تقلقيش. شايفين بقى قطعه الرقاقه عامله ازاي؟ ومهما تقلبيها شمال ويمين ما فيهاش اي مشكله، مش هتتبهدل منك مع انه طري جدا من جوه ومقرمش من بره، حاجه كده في منتهى الجمال. لو عايزينه طري من جوه ومن بره يبقى تقدروا اول ما تطلعوه من الفرن على طول تغطوه. شايفين مورق ازاي؟ حاجه كده في منتهى الجمال، وريحته بقى مش قادره اقول لكم في الوقت ده يعني. عايزه اقول لك ما كانوش مستنيين لما اصور. ودي بقى صينيه الرقاق المكسر بعد ما وشها احمر ومن تحت اخدت السوا المظبوط. انا هعمل وشها بيتزا، لو متوفر عندك الحاجات اللي بتتحط على وش البيتزا حطيها، مش حابه مفيش اي مشكله. هي اصلا طعمها روعه من غير ما يكون وشها بيتزا، بس انا قلت ايه، تغيير وافكار جديده للرقاق. تمام. هندخلها بقى على الفرن تاني لمدة 5 دقايق يا دوبك الجبنة التركي تسيح كده، او لو عندك اي نوع جبنة تاني. وبس هنطلعها بقى نقطعها وتاكلي بالهنا والشفا. احلى رقاق مصري باللحمه المفرومه ممكن تكونوا دقتوه في حياتكم. بجد التركه بتاعت القشطه بتفرق جدا، والتكنيك اللي احنا مقدمينه بيه النهارده بسيط خالص، لاي حد مبتدئ او لاي حد اول مره يعمل رقاق هيعمله بمنتهى البساطه. حته ان احنا نسقي الشوربه للرقاق دي جميله جدا، ومش بتهدر مننا ورق ولا تكسره خالص، لان احنا بنحطه ونحط عليه التشريبه. سهل جدا ما فيهوش اي حاجه علشان تقومي تحضريه على طول. ان شاء الله الوصفه بتاعتنا النهارده تنال اعجابكم وتكون بسيطه. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه والضغط على علامه الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. وتشيروا الفيديو لقرايبكم وحبايبكم، يعني تشاركوه مع قرايبكم وحبايبكم علشان الكل يستفيد. ومع الف سلامه.